السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ الكنتاكي بطريقة سهلة وبمكونات موجودة عندنا في البيت، مش هنجيب حاجة من برا. شايفين بقى الشكل التحفة ده؟ شايفين الجمال ده؟ والرز الجميل بتاعها ده، بطريقة جميلة جدا وطريقة جديدة كده وسهلة وبسيطة وما تاخدش معاكي أي وقت خالص. قبل ما ندخل الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا ما ننساش اللايك لو عجبكم الفيديو بقى. طبعا عندي بقى الفراخ بتاعتنا دي، طبعا غسلتها ونشفتها كده، سبتها تصفى خالص من أي مية بالشكل ده كده. وحضرت بقى معاكم التوابل بتاعتنا الجميلة دي، طبعا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وكركم وكاري وبابريكا وجنزبيل وايه تاني والحبهان المطحون. دي المكونات بتاعتنا، التوابل بتاعتنا دي. على النار بقى حطيت حلة فيها مية كده بالشكل ده تغلي. بعد ما المية غلت بالشكل ده هنزل فيها بكل التوابل بتاعتنا. شايفين الطريقة بتاعتنا سهلة خالص، واحدة واحدة كده مع بعض. كل التوابل هنزلها في المية تغلي في المية. اول بقى ما احس ان هي خدت لها غلوة كده مع المية بالشكل ده كده، خلاص يعني تاخد بس غلوة كده مع المية والتوابل تدوب كده مع بعضها بالشكل ده. وطبعا بيكون ريم كده اشيله. انزل الوقت كده بقطع الفراخ بتاعتنا. هنعمل الفراخ الكنتاكي مسلوقة عشان نتجنب اي حاجة موجودة، مثلا يقولك ان الفراخ ما استوتش من جوه او الكنتاكي ما استواش. هنسلقها النهاردة وهتشوفوا الطريقة بتاعتنا جميلة جدا. شايفين بقى كده حطينا الفراخ في التوابل دي ونسيبها بقى ايه تستوى مع بعضها بالشكل الجميل ده كده. شايفين كده بالشكل دون، ما خدتش كتير على النار، حوالي تلت ساعة كده، وفتحت عليها لقيتها استوت بقت جميلة كده وشربت طبعا من التوابل. واللونها بقى الجميل، شايفين اللون بتاعها الحلو ده؟ شربت التوابل وخدت لون جميل واستوت بالشكل ده كده. الشوربة بقى بتاعتها الجميلة دي طبعا هنعمل ايه؟ طبعا مش هنرميها، نستفاد منها بقى بايه؟ هناخد منها طبق شوربة بالشكل ده كده. هاخد منها طبق. الطبق ده هقول لكم برضك هنعمل بيه ايه، الطبق اللي احنا خدناه. وبعدين هاخد بقية الحلة بقى ايه. جبت كوبايتين من الرز، غسلتهم وصفيتهم كويس جدا، وهنزل بيهم على الشوربة بتاعتنا الجميلة دي. طبعا الشوربة متبهرة وفيها ملحها والفلفل وفيها كل التوابل. الرز بتاعنا هيشرب من الحاجات الجميلة بتاعتنا اللي موجودة دي. احلى رز ممكن تاكليه في حياتك، تحفة ما شاء الله عليه. كده الشوربة مش ناقصها اي حاجة. هسيبه بقى كده واغطي عليه الغطا واسيبه يتشرب. عندنا هنا الفراخ بتاعتنا بقى بالشكل ده. شايفين لونها الجميل ده؟ شايفين الفراخ مستوية وجميلة ما شاء الله. حضرت هنا معانا طبق كبير عشان اقدر ان انا اتبل فيه الفراخ. دي كوباية من الدقيق، خلطة جميلة بقى هنعمل فيها الفراخ الكنتاكي بالظبط. كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا ونص كوباية من البقسماط. شايفين كده على بعض؟ كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا ونص كوباية من البقسماط، وبقلبهم مع بعض بالشكل ده. ممكن نستغنى عن البقسماط ونخليها الدقيق والنشا بس، مفيش اي مشكلة. بقلبهم بقى كويس كده. باجي بقى هنا على الفراخ،
ببدأ ان انا اشيل القطع الجلد اللي على الفراخ بالشكل ده كده. شايفين الفراخ شربت التتبيلة ولونها بقى اصفر ازاي، لونها جميل. وطبعا شاربة من جوه، شاربة التوابل اللي احنا حاطينها في الشوربة. يعني كمان احسن من الفراخ التانية اللي بنتبلها وبنسيبيها مثلا تبيتيها بالتتبيلة. دي اسرع واسهل، وطبعا اطعم، شاربة كلها من الفراخ من التوابل. شايفين بقى؟ فاكرين الطبق اللي انا كنت شلته من الحلة، طبق الشوربة ده؟ سيبته طبعا اما برد خالص، وحطيت فيه قطع من التلج عشان انا عايزة الشوربة تبقى سقعانة جدا بالشكل ده كده. جبته بقى وهبدأ ان انا انزل فيه قطع الفراخ تنزل فيه الشوربة. طبعا هي متبلة وفيها توابلها وتحفة ما شاء الله عليها. وبنزل بيها على في البقسماط، الخلطة بتاعتنا الجميلة دي بقى، الدقيق والنشا والبقسماط. وبكرر الموضوع ده مرتين تلاتة كده حسب ما انت تحبي الجفر بتاعك يبقى. لو عايزاه بقى اكتر كده يبقى سميك، بنزود كده عدد المرات، ونخبطه كده خبطتين في الارض كده بالشكل ده، وارجع احطه تاني في الشوربة واحطه تاني في الخلطة بتاعتنا بالشكل الجميل ده بقى. طريقة جميلة وسهلة جدا، وطبعا ما تاخدش معانا وقت. مش لسه هنحطه في التتبيلة ونبيته على بيات ونتبل، لا، ده على طول ممكن تعمليها في ربع ساعة تكوني مخلصة أكلتك. شايفين؟ بنزلها بقى في الشوربة الجميلة دي، وبحطها في الخلطة مرتين تلاتة كده على حسب ما تحبي. طريقة جميلة وسهلة جدا. لو وصلت معايا للفيديو لحد هنا ما تنسيش تعمل لنا لايك وشير واشتراك في القناة. وهناكل مع بعض احلى فراخ كنتاكي، من غير ما يكون فيها نقطة دم، من غير ما تكون الفراخ مش مستوية. هتبقى مستوية معانا تمام التمام، ونفس الطعم ونفس الشكل. النتيجة في الاخر جميلة جدا. خلوكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا النتيجة بتاعتنا بالشكل الجميل ده كده. هروح بقى دلوقتي على النار احضر المقلاة بتاعتنا اللي هنقلي فيها الفراخ. وطبعا لو هنعمل كنتاكي ولازم بنبقى حاطين الزيت كتير عشان تعرف تستوى وعشان تتحمر كويس. الزيت بتاعنا في المعقول خالص، مش كتير، يعني الزيت يبقى لا كتير قوي ولا ان هو بسيط خالص. زيت في المعقول خالص، اكننا بنحمر فراخ عادية خالص، بس هيطلع لنا في الاخر كنتاكي. شايفين بقى المقلاة بتاعتنا؟ الزيت سخن جدا والزيت معقول. شايفين؟ مش كتير، معقول. وانزل كده بقطع الفراخ في المقلاة بالشكل الجميل ده كده. ومش بياخد اي وقت، يا دوبك يتحمر، بنحمره من الجهادي ومن الجهادي وبنطلعه على طول، مش بياخد اي وقت معانا. انما لو بنعمل الكنتاكي بنسيبها على النار حوالي تلت ساعة نص ساعة كده، ونوطي عليها النار خالص وتاخد على ما تستوى من جوه. وفي الاخر ممكن نطلعها مستوية وممكن ما تكونش مستوية. انما هنا بقى الفراخ بتاعتنا مستوية مية مية. شايفين بقى شكلها جميل ازاي؟ الرز طبعا بتاعنا خلاص استوى. وهنا برضو الفراخ بتاعتنا استوت واتحمرت بالشكل الجميل ده كده، ما خدتش معانا اي وقت خالص. طريقة بسيطة وسهلة وسريعة. شايفين بقى الشكل الجميل بتاعها ده؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الكنتاكي؟ ولا محلات الكنتاكي تطلع الشكل الجميل ده. شايفين بقى الرز بتاعنا الجميل ده؟ احلى رز ممكن تاكلوه والله العظيم. طعم وريحة وشكل ما شاء الله عليه. وحطيت بقى معاه
سلطة كده خضرة، وبألف هنا وشفا. لو جربتوا معايا الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوها الا بالطريقة دي. يا رب تعجبكم على طول تعملوها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. الطريقة بسيطة وسهلة خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.